السلام عليكم حبايبي قلبي، تحياتي لكم. طبعا اليوم أنا مريض، جيت خليت وياكم بطير بدي وياكم. شنو ذني نوعيات مرات عمي خلاني يمي. يا ربي كتبوا لنا بالتعليقات. رجعت وياكم حبايب قلبي تكملة الفيديو. شوفوا شجعنا البارحة شباب، البارحة جمعة. هذا الفحل هاي طيرته، هاي الطيارة رجعت ثاني يوم من الفكة. هذا الفحل البارحة لقيته بس طيح، كنت مريض ما صاعد بالليل، هاي في الباب مفتوحة. قلت هذا وياهن شباب مصبغين منا بغضة وقاصين ذيله من النص طبع اشكال بجنحه، وماكو لا حلقة الوردية برجله ولا الرقم تليفون مالتي شالعين. خير قابل يا شباب. ترى هذا صح هيجي بعسل عيون سود ما يسوى ب2000 بالزايد. شالع رقمه ومصبغه منا بغضة وقاص ديله من النص وطبع الاشكال بجنحه. هاي طيرته، هاي طيرته ثاني يوم رجعت من الفكة. هو ساي ويا البارحة تقريبا صار له اسبوعين هجه. لازمي شوف بايعيه ومشتري واحد يجوز شاكله ومصبغه ومنيشنه وطيره راجع لي ما اعرف شنو فيلمه ما اعرف مالت الله، حتى رقمه شايلي. ها شباب هاي طيرته هي بارحة هذا اجا. هاي طيرته رجع على طيرته، لو ما راجع طيرته كان شكلته ما كان رجع لو مزاوج. هو طير قوي بس شو جانبي طخه امرود سهال. كان البارحة بالليل شفته قلبته 10 ماته مكسرة. يا العالم البعض طبعا لما يوكلوهن غير لا بالنفس جاني والله العظيم. يعني هسه ويا هذا وصل القيد 14 صار شباب، ويا هذا الفحل 14 صارين. يعني انا طيوري نصها يجت باعتبار 13 و13 26. ارجع واقول الطيرة هاي على اليسرى هاي منها هاي لا هاي ما رجعت انا جبتها. يعني هذا الفحل 13 هم نعمة من الله ضيعت 13 هذه بس، وهذا هم ضاع بس رجع. صار اسبوعين صبغيه ونيشنيه من النص ديله وشالعين رقم مال رجله. المهم حاليا هاي الطيارة ببلاش اما اخذتها مالت الله. 14 مواصلات نقص عندي 12 ثانية. طبعا مثل ما قلت لكم مالت الله خابروني عن الدارسين بعيون بيض الكبير اللي كان حالته هنا. هاي طيارة الحبرية كانت، هسه الباذنجاني زوجها باذنجاني برشة المشروقة. هاي الطيارة هاي فحالة كان بدارسيني هم زين. انا بنقص شباب فحال، وهذا من شفته ما بالي ماتي، شفته مصبغ منيش من النص وحلقات ماكو برجله. قلت مو هو، لو ما جنحه مصبغه غير كان قلت مو مالي. بس من شفت جنحه مصبغ من جوا بنفسجي وشماله رجع على طيرته. هي طيرته بالاصل وهذا حالته. يا الله صدقت بانه هذا ماتي. صار له بالاسبوعين شباب، قل اسبوعين هيك. المهم قلت لكم اني 14 هسه مواصلات بعد 12. وعندكم فحل، قلت لكم الفحل اللي بدارسيني وعين بيض الكبير عبروني عليه مالت الله. قال لي تعال هذا حلالك خذه ببلاش. قلت لكم من بدا ذاك الفيديو ما اخذته، قلت له بالعافية عليك حل حتى قلت له ما اريده. ولد من حيجات حياتنا له ولقيت فحل طبعا بالجنابيس هم بدارسيني كبير، هم ما جبته هم شال علي الرقم ماله. العفو لا اخذت الرقم ماله انا شلحته حتى بالجمال قال شنو هاي هذا رقمه. قلت له هذا رقمي وطيري هذا وانا ما اريد اصلا. صار فحلين
ولقيت طيرة قلت لكم همين البيضة بعين البيض، همين لقيتها بجنابيز الشطة الخامسة، همين مالت الله قلت لها الطيرة مالتي كانت بيها رقم، شو يعني الرقم وجايبك اياه؟ قال لي لا انا شلعت الرقم، يعني شفت رقم كورك ما خابرتك. اللي تريده؟ قلت له لا ما اريد اخذ وانا اريد اخلص منه. المهم هم طلعنا رقم خطيه، يعني 14. فحلين انا لقيتهن، واحد خابروني عليه، واحد بالجمباز ما جبتهن، وطيرة البيضة هم ما جبتها. هسه يجنني والله. شوفوا اذا ما يجن هسه اشتري ونعطيكم. هسه شوفوا لين ما اريد يجن والله. المهم يعني 14 و3 15 16 17 بقى 9 يعني ملاقيين لحد الان وانا مخبرين عليها. المهم خلص من الحكي، انا اصلا كنت اطلعها مو قلت لكم. وارجع واقول اللي يريد يفك عادي افك حتى الحلوات. شنو يعني؟ فكيت تور عاديات فك وياي تور عاديات، اذا فك تور حلوات افك تور حلوات، فك وياي المقابيل تور حلوات، خما تور عاديات بزارق من شنو ما بيه لا حبري لا باذنجان لا رماني قافل، هيجي عاديات. شو اسوي بينا العاديات؟ عاديات راس وديل عده افك وياه مثلا هيجي قشم، هنا طيرة قشمة وطيرة ترعش هنا همينه بهاي الحلة، قشمة يوم بيض رز قديم هم ترعش ازارق يعني حلوات ما يخالف. جيبكي طبعا انا مريض وجيت حكيت، انا مو مريض شلون؟ طبعا طيور 3/4 بيضة شباب، ما عاد اقول لكم عليها بس ما ترعش البيض. هيك طيور عادي هم افك. انا البحر نسيته طبعا. هذا رجال البحر شباب، صابغي منا ومنا وقاصين ديله من النص شكو والله. لا وشالين الرقم مالتي بالحلقة الوردية لخالها شالعين. يا مخابرين مو احسن لكم. وهذا الفحل قلت لكم عليه ابو عين سود براشة خفيفة شباب، اذا خابروني عليه اجيبه. سبحان الله اجى من كيف اجى، بس شوف مثل الطخة بي ما مرتاح للطير. عبك مريض والله العظيم ما مرتاح له. الراد المدارة 10 مالته مكسورة ضاربي دنبوس انا وما شنو. ليك صار ما كنت جايني ورا 15 يوم من 14 صعد يبي طخ عبالك شباب يعني. هسه ضيره ويروح يا حلو. هذا مع العلم ورجعت طيرته رجع لحالته. وين يروح؟ يقول لو براجع طيرته ما مزاوج شكله كم يوم وضيع. هذا يعني بعض شباب يرعشه شباب مثل طخة بي والله. ما طير تمام. رجعت ثاني يوم مثل المشجرة هاي بصفر. ثاني يوم ما رجعت شباب، ثاني يوم رجعت هي جاية واحدة جاءت لقيتهم طلعت الصبح لقيتهم هي هاي مثل المشجرة وهاي راس ديل هاي هي برتقالية. وقلت لما رجع 5 ثاني يوم طيرتين وبعدين 3 وصلت، وانا اول يوم رجع لي 7 ثاني يوم رجع لي 5 12. وهذا الفحل لسه يجي 13. هاي الطيرة خابروني عليها بس جبتها.
14 يعني ضيعت بالفكة قلت لكم 12. صاحبنا خطير رجع له 5 وقبل 4 أيام يجي رجع له 1 يعني 6 ضيع 20. يلا فدوى كلنا تور عاديات كلنا عاديات ميلاتي عاديات ميلاتي عاديات الفكة يلاهي طبعا فدوى. وهمينا كان ما رايدهن الصراحة وهمينا كان يريد يخلص منهن طبعا تحياتنا له صاحبنا ياسر وانا مشيت اريد اخلص منهن زي اللي فكيت تبي قلت لكم 8 10 لا يعني لو طلعت طيور ما طلع ذني 8 10 يعني منظمين بعد 5 سنة جايات 5 4 بعد الاثنين زوج البزارق اللي في قلت لكم والطوائر البزارق 2 واحدة بس قديم 4 هيك 5 زايد هي 4 طيرتين وفحلين بعد يعني يبيع على بياض طيور مفاكين كان ما فكي ما بعد ذني الأربعة طيور بزارق راس ودي الحلوات بس فيهم طيارة لين قديمة عندي نيل أبيض أنا أعزز عليه كان ما فكيته وذني الحمر اللي مشايب الحمر أبدا رنقة زلته هنا هذا الفحل هذا طيرة هذا الفحل عنده فرخ جوا هاي الطيارة السوداء بيضة يجي بالحلة زوجها هذا الفحل الأحمر الطيارة السوداء كانت الرختة السوداء كانت هي تور قلنا وات هي معزلتها هي والبدري هذا الفحل شو مسوين بيه مو حبايب قلبي يدرون يعني قطاع شوية مريضة يعني الله شاهد ما شاء الله الطيور كلها إذا كملت بيضها واو ايش راح اسوي؟ اشيل بيها حلة مرة لو خلوها على البيض افكي اشيل بيها حلة وافكي لو على البيض ارجع افكي. تحياتي لكم اشتركوا بالقناة على بيع الطيور على اليوتيوب مع السلامة.